عزيزي مستمع بودكاست مملكة الحكاوي أو البودكاست على الميتافيرس، برحب بيك دايما وبشكرك على متابعتك ليا. وما زلت بقولك إنك محظوظ إنك عايش في زمن كله اكتشافات وانبهارات في قمة الإعجاز العلمي، وراء خبايا وأسرار الكون اللي أول مرة هتسمعها. حاجات كتير هتذهلك بعد 7000 من الحضارة المصرية اللي كلها أسرار عظيمة، وإن السر دايما يكمن في التفاصيل. وعشان تعرف التفاصيل الأسرار دي خليك متابع معايا بس بعد الانترو ده. مملكة الحكاوي، استمع وتخيل. أول حاجة أنا عاوزك تركز معايا قوي، لأن النهاردة أنا جايب لك موضوع محدش اتكلم فيه بشكل مفسر قبل كده. يلا بقى أقولك اللي فيها. اعمل حسابك في كل حاجة عايز تشربها علشان تركيزك مطلوب. أولا أنا اتكلمت ونوهت في حلقتين سابقين إننا بيعيش تحت عالمنا وتحديدا تحت الأرض أجناس أخرى، نقدر نقول إنهم أجناس فضائية. طب إزاي؟ وإيه يا عم الهبد اللي أنت بتقوله ده؟ عزيزي المستمع الجميل اللي أنا بحبه، أنا جاي لك لسه في الكلام، وهتعرف إني مش جاي أهبد عليك بشوية معلومات جايبهم من بير سلم جوجل. لا، دي دراسات وعلوم وأبحاث وكلام متوثق على ألسنة علماء، في منهم موجودين وفي منهم اختفى بعد ما الكلام ده ظهر، وفي منهم رحلوا عن عالمنا. الأهم إنك تسمع اللي هقوله كأننا بندردش سوا، أو خدها على إنها حدوتة، بس حدوتة واقعية وليها تفاصيلها كتير جدا. طب يلا، أولا خلينا متفقين إن في كلام بيتكرر أكتر من 70 سنة عن وجود مخلوقات فضائية بتزورنا وبعدين بتختفي. طب بيظهروا فين يا عم حمدي؟ خليك واضح أكتر. حاضر مستمع الجميل، بيظهروا يا عم في أمريكا تحديدا وبعض البلاد الأوروبية المجاورة، والقصة بدأت من أمريكا. وطبعا أمريكا قصصها وأفلامها وعالم هوليوود وأفلام الخيال العلمي هي مش من الخيال. بس ما علينا، خلينا في المهم. قصة الأجناس الأخرى اللي عايشة تحت الأرض دي إيه؟ أقول لك. وإيه الموضوع جوف الأرض ده؟ طب تعالى بقى أقول لك قواعد الجوف أرضية. كان في قبل النازية مجموعة من الخاصة جدا مجمعة العلماء والعسكريين في ألمانيا قبل إنشاء النازية، كان اسمها مجموعة فاير. المجموعة دي باختصار وصلت للتعامل مع أجناس من الأجناس الأخرى التي تسكن في جوف الأرض، والجنس ده اسمه الرماديين الفايرا. دول بقى قدروا يتعاملوا مع الجنس ده ووصلوا انهم ياخدوا منهم التقنيات الحديثة، والمجموعة دي هي اللي اختارت هتلر لزعامة ألمانيا. والكائنات دي او الرماديين اعتقدوا انهم من خلال ألمانيا يقدروا يسيطروا على العالم، لكن التعاون ده كان في فترة صغيرة جدا قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. يعني هم في وقتها قفزوا وسبقوا العالم كله بحوالي اكتر من 80 ل 100 سنة قدام في تقنيات، لان ألمانيا في الوقت ده وصلت لطيارات بدون طيار، وكمان قدرت انها تعمل اطباق طايره صنعتها واستعملتها كاستخدام تجريبي في نهايه الحرب العالميه الثانيه. والكلام ده موثق وليس ضربا من الخيال عزيزي المستمع، بتوثيق بكل الوسائط. تيم العلماء كله اللي اشتغلوا فيها كان من اهمهم عالم اسمه فيكتور شوبورجر. العالم ده عالم مشهور وابحاثه موثقه، عمل على العمليه اللي بتستخدم في تطبيق مضاد لقوه الجذب بتاعه الارض والقوه الدواميه المغناطيسيه، واللي هي بتخلي سرعة الطبق ده بتوصل ل 3000 ميل في الثانية الواحدة. المهم عندنا ان ألمانيا صنعت الأطباق دي بالفعل. تعال بقى ننقل على قصة الأجناس دي فين وموقعها فين بالظبط على الخط. الأجناس دي يا سيدي موجودة وبيتم استجلابها من زمن، وفي دراسات بتأكد ده. جوف الأرض بيحتوي على أجناس متعددة اللي رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام اتكلم عنهم، اللي هم أطولهم مثل شجر القرص، وهم جنس العمالقة، ووصفهم بأن أذنيهم تفترش بيهم الأرض، وده موثق في أمريكا. اسمهم البلوتي أو البلو تيل، وهم أصل القوتيين، ودول أساسهم كائنات جوف أرضية اللي هم البلو تيل، لأن ده من زمن فات كان في تواصل بينهم بشكل غير عادي. ووثق مدينة أجريسيا، والمصريين وثقوا مدينة طيبة السفلى، ودي صورهم، وده اللي اتكلم عليهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والهياكل العظمية اللي لقوها قالوا إن دول من قوم عاد، وإنهم دول بناة الأهرامات، والكلام ده طبعا غير صحيح، لأن دي الهياكل الخاصة بجنس القوتيين اللي ذكرناهم. والهياكل دي لقوها في كذا حتة في صربيا وفي الشمال، وشعوب العماليق دي من سكان جوف الأرض، ودول وثقهم ابن فضلان في كتاب رحلة ابن فضلان. كان سفير الخليفة العباس المقتدر بالله من بغداد بلاد القوقاز لدعوة الصقالبة، وهو وثق لمقابلته ولقائه لكائنات الجوف أرضية أو العمالقة، وقال إنهم بيخرجوا من فتحة الشمال بجوف الأرض، وقال إن البلاد اللي
وأنها خلف بلاد الصقالبة ب6 أشهر من خلف مدينة ويسو، والبحر في الشمال فاصل بينهم، لأن هم بيخرجوا منها. المقصد هنا إن المكان ده اللي هو فتحة القطب شمالي، طبعا موثق من كذا حد في الزمن ده زي خرائط الإدريسي، وده اللي اتكلم عنه دكتور مصطفى محمود زمان في حلقات العلم والإيمان. أهم حاجة إن الكائنات دي جنست أصلهم من جنس فضائي، وأخطرهم وهم يعتبروا من أعتى أنواع الشياطين اللي هم جنس الرماديين، واللي يفوقهم النوع التاني وهو جنس الزواحف. الرماديين دول باختصار، وعلشان نفهم هم موجودين ليه في جوف الأرض وليه أصلهم فضائي، لأن هما بيسكنوا في النطاق شمسي بعيد عننا اسمه ألفا أدركونيس، وهم من الكائنات الغير مرئية. وفي الحضارات القديمة وثقت وجود جنس الزواحف ده في أمريكا الجنوبية، إنهم كانوا بيحكموا في بعض الحقب الزمنية، وكانوا بيعتبروا آلهة في الحقبة دي من الزمن. لكن هذا النوع غير مرئي للبشر، لأنهم كائنات في البعد الرابع اللي هو يتخطى مجال ترددات حواسنا ورؤيتنا، لأن هم بيعتبروا من أنواع الجن اللي هو في البعد الرابع، اللي هي لا ترى بالعين المجردة، لكن ممكن استجلابها بطرق شيطانية بتتلبس أو بتتمثل أو تتشكل جميع. وهنا طبعا زي ما قلنا إنهم أنواع من أكتر 22 نوع، وإحنا دلوقتي قلنا أخطرهم بس. الأجناس دي بقى يا سيدي بتسكن في مجال اسمه ألفا دراكونيس اللي لسه قايلينه دلوقتي، وهم الرماديين اللي هم الحضارات اللي اتعاملت معاهم، ودلوقتي الحكومة الأمريكية بتتعامل معاهم، وهنعرف ايه التقنيات اللي أخدوها منهم. ودول بيسكنوا عامة في نطاق اسمه أوريو. النطاق ده فيه كواكب مختلفة، أوريو نسيتا. وجنس الزواحف اللي اتكلمنا عليه دول بقى عاملين زي الشياطين، بيغزوا أي كوكب من اللي ذكرناهم فوق وبيسيطروا على الشعوب. المشكلة بقى إن الزواحف دول غزوا كواكب الرماديين، ولأن الزواحف دول كانوا في فترة بيتعاملوا معاملة الآلهة على الأرض وبيتم استجلابهم، هم بقى جابوا فصيل من الرماديين، والرماديين مرئيين بالنسبة لنا مش زيهم، مش بيتشافوا. الفصيل ده بقى موجود عندنا في جوف الأرض، ده فصيل مهجن. ده كده شرح مبسط علشان أكيد أنت دلوقتي دماغك سافرت في حتة تانية من كل الكلام اللي قلته دلوقتي، بس خليك معايا. الحكومة الأمريكية عملت معاهم اتفاق لتبادل التقني، في مقابل إن الحكومة نفسها تسلمهم أفراد مختطفين كانوا بيجروا عليهم تجارب وبياخدوا منهم أحماض نووية، لأن بالفترات وآلاف السنين الحمض النووي بتاعهم بيتكاثر بالاستنساخ، أسلوب إنهم يقدروا يفقدوا الذاكرة الواعية للأشخاص بعد إعادتها. وده كان من ضمن الاتفاقية إنه يتم إعادة الأشخاص اللي بيتم اختطافهم. لحد كده انا عرفتك مين الكائنات جوف ارضيه اللي بتسكن تحت الارض، لكن انا عايز اقولك ان الحكايه لسه ما خلصتش لحد كده. اولا الكائنات ظهرت في الحقبه الزمنيه للحضارات المصريه القديمه لاجدادنا الفراعنه، وعملوا معاهم اتفاقيه لتبادل التقنيات والثقافات، وده كان سبب ان الفراعنه كانوا متقدمين وقتها في كل العلوم، وفي حاجات كتير وصلوا لها وقتها ما تستوعبهاش عزيزي المستمع. لكن اقدر اقول لك كنز العلوم دي كلها في منه اتدفن في عصر ما بعد عصر الفيضان. طيب فين العلم اللي وصلوا ليه اجدادنا الفراعنه ده؟ في جزء كبير منه اكتشف سنة 1886 ل 1932، وكانت بعثة أجنبية متواجدة الفترة دي، وتم الاستعانة بنيكولا تسلا. أيوة، هو عزيزي المستمع اللي بيقول إنه مخترع الكهرباء وأكتر من 300 اختراع. الله، إيه الكلام اللي بتقوله ده يا حمد؟ لا ده كلام كبير قوي عزيزي المستمع ومتوصل، وإحنا مش بنهبد عليه، مستمع الجميل اللي أنا بحبه. لكن عشان تعرف الموضوع ده بالتفاصيل هقول لك الحلقة الجاية. نورتني وأتمنى تكون مبسوط بالمعلومات اللي أنا ما زلت بقدمها لك. سلام.